مساء الوردي والياسمين على أحلى لمة. منورين القعدة يا أجدع ناس في الدنيا. بصوا بقى، حطوا اللايك الجميل وما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معانا عشان اللمة تكبر بينا، وتعالوا نفضفض شوية ونعرف المستخبي في حياة ناس أسعدونا بس عاشوا وجع كبير ما يتوصفش. حكاية النهاردة عن فنان السينما استخسرت فيه حتى كلمة شكرا، الفنان منعم إسماعيل، البرنس اللي السينما نسيته. بصوا يا جماعة، منعم إسماعيل ما كانش مجرد كومبارس، ده كان غول تمثيل. الراجل ده من مواليد سنة 1907 ومثل في أكتر من 400 فيلم، يعني مفيش نجم كبير من أيام نجيب الريحاني لغاية فريد شوقي إلا ومنعم كان واقف جنبه ومالي المشهد بوشه المصري الأصيل. كان دايما يطلع في دور البواب أو العسكري أو القسطى اللي بيفهم في الأصول. بس الغريب بقى إن منعم في الحقيقة كان برنس في نفسه جدا، كان يحب النظام واللبس المكوي، وجيرانه حكوا إنه ما كانش ينزل من بيته إلا وهو لابس أحسن ما عنده. السر الرهيب بتاع الشنطة الشيك، لما الدنيا بدأت تضيق والشغل يقل ما كانش بيرضى يقول لحد أنا محتاج. في أواخر الستينات المخرجين بدأوا ينسوه وفضل قاعد في بيته مستني تليفون ما بيجيش. هنا بقى بدأت الحكاية المرة. منعم ما كانش بيقعد في البيت، كان يلبس أحسن بدلة عنده ويمسك شنطة شيك جدا ويروح يقعد في النقابة بالساعات. الفنانين زمايله لما يشوفوه كانوا يقولوا ده أكيد منعم معاه أدوار تقيلة في الشنطة دي. بس السر اللي محدش عرفه غير بعدين إن الشنطة دي ما كانش فيها ورق أفلام، دي كان فيها رغيفين عيش وبصلة وشوية ملح. كان بياكلهم في السر عشان كرامته ما تتهزش قدام حد وعشان ما يبانش إنه جاع. الموقف اللي ذبحه في الاستديو، بصوا بقى الوجع. في مرة راح الاستديو عشان يمثل مشهد صغير فغلط في كلمة، فالمخرج زعق له قدام الكل وجاله بقلة ذوق: عادي يا أستاذ، ده انت باين عليك كبرت وخرفت خالص. الكلمة دي وقعت عليه زي الصاعقة وحس ان العمر جرى بيه والناس نسيت تاريخه، وخرج من الاستوديو ودموعه في عينه. بعد اللي حصل ده الدنيا ضلمت في عينه خالص، وقرر يروح النقابة عشان يطلب معاش يسند بيه عياله. بس هناك الموظف رشق الكلمة في قلبه بكل قسوة وقاله: روح سدد اشتراكاتك المتأخرة الأول وبعدين تعال اطلب معاش. خرج من هناك وهو تايه ومش شايف قدامه، وراح لصاحب عمره اسماعيل ياسين عشان يفضفض له. لقى سمعة هو كمان حالته تصعب على الكافر وقاعد بيبيع عفش بيته عشان يسدد الضرايب. في اللحظة دي منعم عرف إن الأبواب كلها اتقفلت في وشه. وجبة الذل والكسرة اللي توجع. أصعب موقف إنه في آخر أيامه كان بيروح اللوكيشنات وهو ملوش دور ويقف في الطابور عشان ياخد وجبة العمال، ياكل نصها بسرعة والنص التاني يشيله في منديل لولاده ويقول لزمايله: أصل نفسي راحت لها قوي يا جدع. وهو يا عيني كان شايلها لولاده اللي ما كانوش لاقيين عشا في البيت. خناقة صاحب البيت اللي قصفت العمر. الجرايد كتبت وقتها إن سبب الخناقة كان إيجار متأخر بقاله شهور. صاحب البيت ما رعاش بيته ولا فنه وراح هجم عليه وزقه بقسوة قدام ولاده وفضل يصرخ في وشه ويقول له: يا شحات، ادفع اللي عليك يا إما هرميك بره. الكلمة دي دبحت قلبه، نزل من البيت وهو تايه ووصل لكوبري قصر النيل ورمى نفسه. ولاده قعدوا يدوروا عليه 3 أيام، ولما لقوا جثته الوسط الفني كله اتهز. رد فعل الفنانين وقتها لما الخبر اتعرف، الفنانين الكبار فاقوا فجأة. وحش الشاشة فريد شوقي قعد يعيط بحرقة ويقول له: يا منعم سامحنا، احنا اللي قتلناك عشان ما سألناش عليك. والجنازة كانت حزينة جدا وكأنهم بيودعوا فيه ضمير الفن اللي مات معاه. نهاية مأساوية. الرئيس السادات لما عرف أمر بصرف معاش فوري لولاده عشان يسترهم، وأخوه حسين إسماعيل زنفل ما قدرش يستحمل قهر أخوه وفضل في حالة ذهول ومات من الحزن بعدها ب4 سنين بس. يا رب تكون الحكاية دي وصلت قلوبكم. ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معانا عشان توصلكم كل الحكايات. شاركوني في التعليقات تفتكروا مين المسؤول الحقيقي عن نهاية فنان زي ده، وقولوا لي بقى حابين المرة الجاية نحكي مأساة عبد الفتاح القصري والسر الرهيب بتاع مراته، ولا حكاية إسماعيل ياسين؟ مستنية رأيكم.